واللي يحب وكما قال رئيس الجمهوريه ما عندناش في تونس شكون يدخل الحبس على فكره ولا على راي. نحن اللي عندنا يتحاسب اللي من توا اللي موجودين في السجون على شنو حسام؟ اللي موجودين في السجون القضاء هو اللي يعرف علاش هم موجودين. وانا ننتظر من القضاء. انا سعيد حتى في ندوه صحفيه عملناها قلت انا ندعو النيابه العموميه انها تعطي سبب الايقاف نتاع القضايا السياسيه الكل. يا اخوي شنو التهم وعلاش موجودين في الحبس ولا القضاء حر فهمت كنت مش انا باش نجي نقول حطوا ولا ما علاش تناديو انتم باسقاط المرسوم 54 و النديو باسقاط المرسوم والافراج حتى حتى في البيان نتاعكم تسويه وضعيه الصحفيين والمحامين والمدونين الموقوفين على المرسوم 54 تطالبوا بالافراج عنهم واسقاط المرسوم. هذا شنو قلت انا قلت انه توا راهو سياسيين المناخ ما عادش مواتي الفصل 54 على خاطر تم تحريفه والخروج به من المغزى الاساسي نتاعو اللي هو الدفاع عن سلامه الاشخاص المعنويه. راهو خرج من سياقه وراهو ثم كما هذه النقطه حبيت نحكي فيها راهو ثم 40 نائب تقدموا مجلس نواب الشعب بمبادره تلقيح الفصل 25 وفصل 24 من مرسوم 54. هذا عنده اكثر من شهرين راقد في بيرو رئيس مجلس النواب بدون حتى سبب. انتم تطالبون باسقاط المرسوم جمله مش بالتنقيح. انتم حسب البيان اسقاط المرسوم. نحن شنو قلنا كحركه 25 جويلية قلنا انه طالبنا يا اما بتعديله او الغائه. بتعديل كيفاش توا انت حسام؟ تعديل تلقيح 24 و 25. اسمعني ثم مبادره يا ما اسمعني انت ثم مبادره موجوده حاليا في درج السيد رئيس مجلس النواب. خدموها اكثر من 40 نائب بالتعاون مع قوى مختلفه من المجتمع المدني ومن جمعيات ومن العباد ومن شخصيات معناها مشهود بها بالخبره والكفاءه. قدموا مقترح كامل نتاع تعديل وموجود في بيرو رئيس مجلس النواب. علاش انت تمارس في سلطه على مجلس النواب؟ كان مجلس النواب يقرر على روحه جلسه عامه، كان حب يعدل ما حبش يعدل هو حر. كنتوا تنجموا في البيان نتاعكم تقولوا تعديل خاطر اليوم حسام بن احمد ثم اجماع حقوقي واكثر من بيان خرج بضروره سحب مرسوم 54 وحتى من نقابه الصحفيين كانت عندها جلسه انا يا مدام انا من اول العباد اللي دعات لالغاء المرسوم 54. انا دعيت لالغائه لكن حتى اذا كان ما مشاتش معنا الصورات في الغاء حتى التعديل نتاعو جزئيا في الفصلين لزومه وانك تولي انه صحفيين والاعلاميين ما يتعداوش على المرسوم هذا يتعداوا على المرسوم المنظم للمهنه. هذا في حد ذاته مبدئيا نجموا نمشيو فيه اذا كان ما صارش الغاءه تماما. انا مطلب بتاعنا كحراك انه الغاء الفصل 54 يعني الغاء مرسوم 54. اذا كان ما جاش في الالغاء نجم حتى في تعديل يضمن على الاقل انه صحفيين يتعدلوا على المرسوم. فكرتك واضحه حسام بن احمد. نختم معاك بالانتخابات اليوم في البيان نتاعكم انتم النقاط اللي دعيتوا لها الكل نحو تهدئه الاوضاع الاجتماعيه المشحونه وحل ملف الافارقه لوئام مدني يمهد لانتخابات حره ونزيهه في مناخ سياسي سليم. هذا حسب ما جاء في البيان نتاعكم اليوم. انتم كحراك موجودين على الساحه السياسيه كيفاش تشوفوا التحضير للانتخابات؟ الى حد الان لم يتم الاعلان عن موعد الانتخابات، المترشحين للانتخابات اغلب المعارضين في السجن. كيفاش تشوفوا الانتخابات هذه باش تكون حسام؟ والله نحن ما نسبقوش الاحداث، ننتظروا دعوه السيد رئيس الجمهوريه واعلانوا على الموعد نتاع الانتخابات ولكل حادث حديث وقت.